جات عليك قبل كده فترة حسيت فيها إن مخك ساكت، مش هادي لأ، ساكت من كتر الزحمة اللي جواه، ساكت، وفجأة لقيت إن الحاجات اللي كنت بتحبها ومبدع فيها وبارع فيها بقيت بتبصلها من بعيد وحاسس إن روحك ما بقتش موجودة، بقيت بتعمل الحاجة دي بس علشان ما تحصلش مشاكل أو تقلل الخسائر. أسوأ حاجة إنك تبدأ تشك في نفسك، تبدأ تقول لنفسك هو أنا خلاص بقيت شخص فارغ فاضي، مبقتش حتى قادرة أفكر. فين الإبداع بتاع زمان؟ فين التفكير بتاع زمان؟ فين الأفكار الكتير اللي كانت بتيجي فجأة؟ حتى مجرد الفكرة التقليدية مبقتش قادر عليها، ولا دي كانت لحظات حماسية وبتروح لحالها؟ ما كانش فيه إبداع ولا حاجة. بس الحقيقة إن العقل البشري مش آلة. عقلنا لما بيتعرض لفترات طويلة من الضغط المستمر، القلق، التوتر، الخوف من المستقبل، تحميل فوق طاقته، مشاكل متراكمة، يبدأ يحمل حاجة اسمها لمنتل شت داون، كأن المخ بيدخل في وضع توفير الطاقة. عارفينه ده بتاع الموبايل؟ بيقفل الإبداع، الحماس، التفكير، حتى المشاعر أحيانا، مش لأنه ضعيف لكن علشان استهلك كل طاقته في النجاة. أوقات كتير احنا بنجلد نفسنا وبنقول هو أنا ليه ما بقتش مبدع؟ هو أنا ليه ما بقتش زي زمان؟ ليه مش عارف أفكر؟ ليه بقيت مشتت؟ ليه ما بقتش قادر أبدع؟ ليه حتى مش قادر أخد قرار؟ مع إن الحقيقة إن الإنسان المستنزف نفسيا مستحيل يقدر يخرج أحسن نسخة منه. هيقدر يخرجها إزاي؟ هو أصلا بينزف ومش قادر يتحرك. عارفين ليه أوقات الراحة البسيطة بتخلينا نرجع فجأة نفكر ونحلم ونبدع؟ إن العقل لما بيحس بالأمان بيرجع يشتغل طبيعي تاني، والإنسان اللي انت مفتقده أو مش ملاقيه أو بتدور عليه يبدأ يرجع تاني. هو موجود بس متعطل، بتجمد، لأن الإبداع محتاج مساحة من الهدوء، مش عقل طول الوقت محطوط في وضع النجاة. في ناس فاكرة إن قوتها إنها تفضل مستحملة طول الوقت، لكن الحقيقة إن الإنسان مش شجرة. إحنا بنتعب وبنستهلك وبننزف نفسيا، وفي مراحل كل اللي بيحتاجه عقلك فيها إنك بس تبطل حرب مع نفسك. وصدقني الفترة دي مش دايما هترجع تطلع أحسن نسخة منك، بس المرة دي هتكون نسخة أعمق وأوعى. واسأل مجرب. باي.